السلام عليكم. انتهت المغامرة المصرية في الأراضي المغربية. كان نفسي تنتهي بصورة أفضل من كده. النهاردة مباراة السنغال، يعني زي ما بيقول في المثل المصري، مش كل مرة بتسلم الجرة. كابتن حسام، انت ماتش الكوت ديفوار احنا بس بننسى. في حاجة خدمتنا، الظروف خدمتنا. في أول 3 دقايق ضغط هوب فرصة هدف. الهدف ده ادانا ثقة، ادانا معنويات، ادى صدر الارتباك لمنتخب الكوت ديفوار. النهارده السنغال نازله اكثر حذرا من منتخب كوت ديفوار. انت كنت حذر وهو كمان كان حذر، بس انت يا كابتن حسام يعني كنت مبالغ جدا في الاسلوب الدفاعي. انا كنت بنتقد طريقه هيكتور كوبر في الدفاع، لان في حاجه اسمها طريقه دفاعيه. طب اما بعد، يعني ايه اما بعد؟ يعني انا بدافع، طب لما استلم الكرة بقى واقطع الكرة هعمل ايه؟ انا ايام هيكتور كوبر ما كنتش بعمل حاجه، بستلم الكرة واديها للمنافس، بستلم الكرة واديها للمنافس. النهارده كنت بعمل كده في وجهة نظري في منافس اقل من الكوت ديفوار. طب شوط 45 دقيقة خرج 0-0. الشوط الثاني عملت تغيير بين الشوط يا كابتن حسام، خرجت فتوح نزلت تريزيجيه. انا تخيلت ان انت هتجازف شويه من الناحيه الشمال وتباغت الجبهه دي للسنغال، وهتخلي تريزيجيه ما يرجعش قوي، يرجع لحد نص الملعب ويلعب طرف شمال هجومي، بما ان ورا عندك اصلا حسام عبد المجيد ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، 3 سردباكات. واحد فيهم هيفرد يغطي في الحاله الدفاعيه لما تريزيجيه يرجع مثلا، وبيضموا عليه حمدي فتحي، ويرحل من هناك محمد هاني. لكن انا اتفاجئت ان احنا عملنا تغيير مركز بمركز. هو لاعب اصلا جناح هجومي بس نزل لعب باك شمال. انا ما فهمتهاش بقى. انا كنت فاهمها كده انه هينزل يهاجم، يعني دماغة السنغال ان احنا نهاجم، فهمتها كده انا. لكن لما وقف تريزيجيه يتمركز باك شمال اصلا، انا ما فهمتش التغيير كان لازمته ايه بصراحه، وما فهمتش المبالغه الدفاعيه دي قوي. بصراحه البطوله ديت قضت على امال لعيب زي مصطفى محمد. انا كنت شايف ان هو هيبقى مهاجم مصر. كابتن حسام قضى على اماله. الحاجه الثانيه، بصراحه يعني بصراحه كان لازم يبقى عندنا شويه جرأه ان محمد صلاح يتغير. لو في لعيب في التلت الهجومي ممكن يتغير هو محمد صلاح، مش امام عاشور. طول الماتش بنلعب 10 لعيبه، كابتن صلاح ما بتدافعش اقبلها ماشي، لكن في الحاله الهجوميه ما الكره تجيلك كل كره اقعد احجز واقع وعايز فاول. طب انا استفدت ايه؟ انا معايا لعيب اخر 5 سنين من احسن 3 لعيبه في العالم، لازم استفيد. ماني اللي بيلعب في الدوري السعودي، الدوري الاقل من الدوري الانجليزي، بيموت نفسه